مساء الخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب المصري العالمي كمان 14 فبراير. يا ريت كل واحد فينا يجيب مشروب يناسبه ويناسب هذه المناسبة الجميلة ويجي يسمع عن الحب في مصر القديمة. في عندنا مجموعة من الوثائق وصلت لنا بتنقل لنا حالة الحب عند المصري القديم، زي بردية شستر بيتي، واللي تضمنت قصيدة العاشقة العذراء. وفي عندي بردية حارس المتحف البريطاني، وكتير من الأستراكة اللي خرجت من مدينة العمال وغيره وغيره من القصص اللي عبرت لنا عن الأغاني عند المصري القديم، والأغاني اللي عبر فيها المصري عن العاطفة الجياشة التي عرفت بأنها طبيعة الحياة عند المصري القديم. المصري القديم ربط بين الحياة وبين الموت برباط الحب، وقال إن الرجل الصالح سوف يحصل على زوجته في الآخرة، وإن لم يكن صالحا سيفقدها في الآخرة. أي نعم، سمحت الشريعة المصرية القديمة للرجل بتعدد الزوجات، إلا أنه فضل زوجة واحدة. إيه السبب في ده؟ ربما كان لما يعرف عند المصري القديم بعواطفه الجياشة ومشاعره الراقية، أو ما يطلق عليه الحب والوجدان العالي والعاطفي والمثالي في نفس الوقت. المصري القديم زي ما احنا عارفين ربط بين الحب وبين الطبيعة، ورمز للحب بشجرة الجميز، وطبعا وذلك لأنها شجرة معمرة ومستقرة وأبدية، كما يتمنى أن يكون الحب يعني دائم القدرة ودائم الاستمرارية، فرمز به إلى شجرة الجميز. وبالتالي أصبحت حتحور اللي هي حامية الحب، وكان رمزها شجرة الجميز، أصبحت هي حامية الحب ومقدسة عن هذا الشعور الجياش. وكمان ممكن نعتبر أن شجرة الأرز في جوبيل رمزا لهذا الحب. عندنا قصة إيديس وأوزوريس، وهي أهم قصص مصر القديمة عن الحب. عندنا زوجة ملتاعة خائفة تبحث عن جسد زوجها الذي تحبه، بعد أن تم تقطيعه إلى 42 قطعة، وتم بعثرة تلك القطع في أنحاء مصر. بكت إيزيس على ضياع زوجها، حتى أن الأسطورة تقول أن دموعها ملأت نهر النيل. إيزيس العاشقة استطاعت بعد جهد وعناء وبكاء ودعاء أن تجمع جسد زوجها، وبالتالي تعتبر هي أيضا رمزا للحب. وأقدم وأهم قصة للحب هي قصة إيزيس وأوزوريس عند المصري القديم. وطبعا بتحكي لنا الأسطورة إن لو أنا يعني اتكلمنا عن خروج التابوت إلى ساحل جوبيل، وإن هو نبت فوق التابوت شجرة أرز، عثرت عليها شخصية عرفت بأنها إلهة للحب عند الفينيقيين، وهي عشتروت أو عشتار. وإن هي لما سمعت عن الملتاعة والمشتاقة إيزيس أرسلت لها إنها ربما وجدت تابوت زوجها الذي تبحث عنه. وعندما ذهبت إيزيس إلى جوبيل وجدت أن هذه الشجرة يعلوها قلب أوزوريس، وتحولت تلك الرمزية لرمز للحب في مصر وجوبيل. اللون الأحمر اللي النهارده الناس تحتفل بيه وتحتفي بيه، ربما كانت عشتروت هي رمز له في فينيقيا، لأنها أصبحت رمز للحب، يرمز لها بالزهرة الحمراء، والذي يشمل جزئين: يشمل الحب
والحرب، لأنها مقدسة تمثل الحب والحرب. في الحب زهرة حمراء، وفي الحرب الدماء الحمراء. وبالتالي يمكننا أن نستمد من ذلك أن فكرة عيد الحب ربما كانت فكرة قديمة جدا في الحضارات المؤسسة، وخاصة الحضارة المصرية القديمة. طبعا الكلام ده انعكس على تاريخ مصر القديمة. يعني احنا عندنا أشهر قصص حب، دايما نلاقي إن الزوج بيفضل واحدة وتساعده في الحقل، تساعده في العمل في المصنع، تساعده في حياته كلها. بالعكس، كانت هي مستشاره الأول في حياته. طبعا احنا عندنا أشهر قصة حب هي قصة حب الملكة نفرتاري، التي صنع لها زوجها رمسيس الثاني معبد بجوار معبده في أبو سمبل، معبد صغير في أبو سمبل خصص لها، وذلك لحبه الكبير لها، حتى أنه سجل على هذا المعبد أنها التي من أجلها تشرق الشمس، وهي أول وأهم عبارة في الغزل في مصر القديمة، وهي عبارة غزل يدل على قمة الحب والتفاعل بين الزوجين. طبعا نعرف كمان إنه هو خصص لها مقبرة في وادي الملكات لحد اليوم بألوانها الزاهية وبكل تفاصيلها، تعتبر من أجمل مقابر مصر القديمة. الحب بين رمسيس الثاني ونفرتاري، واللي هو قال فيها أنت التي تشرق الشمس من أجلها، لم يمنعه من تعدد الزوجات. تعدد الزوجات كان موجودا بين الملوك والأغنياء، حتى أن بعض الملوك زي الملك أمنحتب الثالث لكي يثبت شرعية زواجه من امرأة ليس بها دماء ملكية وهي الملكة تي، حيث أن أبويها يويا وتويا من أكبر موظفي الدولة ولكنها ليست من العائلة الملكية، قام بتغيير قوانين من أجل إثبات شرعية زواجه منها. ونجده بهذه الصورة صورها في تمثال مقارب لحجمه، وده عكس الفن المصري القديم. الفن المصري القديم كان دائما الملك بيبقى هو الأضخم والأكبر في التمثال، لكن في التمثال ده بنلاحظ انه هو جعل تي مساوية له في الحجم وربما في الأهمية في النحت. اللي هنتكلم عنه كمان هو العلاقة لو كانت بين ملك أو ملكة وبين أحد أفراد موظفيه، مثل العلاقة التي بها جدل بين حتشبسوت وكبير مهندسيها سننموت، وتم الرد عليها بكثير من الآراء، البعض ينكرها والبعض يؤكدها. العلاقة الحب والزواج هي علاقة مترابطة في مصر القديمة. يعني احنا عندنا أيضا قصة حب سجلها التاريخ وسجلتها الجدران والتماثيل، وهي قصة حب أمنحتب الرابع وزوجته نفرتيتي، والتي يعني اسمها الجميلة تتهادى. وشفنا العلاقات العاطفية في صورهم مع بعض، وازاي كانت علاقات دافئة بتعبر عن الحب والاشتياق، وده اللي كان المصري القديم يرنو إليه دايما في صوره وتعبيره عن هذه المشاعر. يبقى احنا بنتكلم، إذا كلمنا عن المصري القديم هناك كثير من القصص والحكايات عن الحب. تلك القصص يمكن أن تكون مثال حقيقي وصريح عن معرفة المصري القديم بالحب وإيمانه به. لكن احنا طبعا الصور ممكن تكون خادعة، وده طبعا بالتأكيد لما احنا نشوف المصري القديم، سواء العامة اللي كتبوا على الأستراقة أو سواء الملوك اللي سجلوا الحب على المعابد. عندنا ملكة، الملكة دي كانت شريكة لزوجها في الحب،
وهي عنخ-سين أمن، واللي كانت الابنة الثالثة لإخناتون ونفرتيتي، واللي كان اسمها عند ميلادها نيعنخ-سين أتن، واللي تحولت الديانة بتاعتها مع زوجها توت عنخ آتون اللي بقى اسمه توت عنخ آمون، واتجوزته في سن صغيرة، واتصورت في أكتر من موقع وهي تتودد إلى زوجها وتهديه الورود. وعلى فكرة الورد يا جماعة دي عادة مصرية قديمة، كانوا بيهادوا بعض بالورد وشايفين إن الورد هو أعظم هدية تعبر عن الحب، وخصوصا اللوتس أو السوسن. الورد اللي هو وسيلة للتعبير كان كمان بيتصنع منه عطور وكريمات. طبعا شايفين هنشوف الملكة نيعنخ-سين وهي يعني محتفية بحب زوجها، والصورة اللي بتصورهم على كرسي العرش تخيلوا ان هم اسمهم الشبط اللي هو الشبط اللي هو الساندلز، اسموه بينهم وبين بعض، هي لبست فردة وهو لبس فردة. ده دليل على الحب بقى، ويعني ايه زي ما بنقول عليه ايه، الحب نار. ومع ذلك ومع الصور الجميلة والصور التي توضح قمة الحب، تلك السيدة للأسف تم التخلص منها يعني بشكل درامي خطير جدا. ليه بقى؟ لأن هي بعد وفاته وهي قد حملت منه بتوأم، ربما مات بسن صغيرة، وبالتالي ليس لها وريث وصغيرة في السن، ولخوفها أنها ستضطر أن تتزوج ولي العهد وهو الكاهن كاهن كبير في السن، وبالتالي أرسلت خطابا سريا إلى ملك الحيثيين تطالبه بأن يرسل أحد أبنائه الأمراء لكي يتزوج منها. اللي حصل ده خطير جدا، لأنها بررت ده بأنها لن تتزوج من أحد خادميها، وتقصد الكاهن اللي هيصبح ملك بعد كده ويتم التخلص منه أيضا في ظل حور محب. اللي حصل إنها لما بعتت الخطاب إلى ملك الحيثيين، مرات كاهن عرفت باللي حصل، تقوم تعمل إيه؟ قتلوا هذا الحيثي اللي هو العريس في طريقه إلى مصر، ولم يخبروها بأنهم عثروا على هذا الخطاب، أو ربما أخبروها. في النهاية هي أجبرت على الزواج من بدليل العثور على خاتم زواج يحمل اسمه وعنخ-سين آمون. ومن الواضح أنها اختفت نهائيا من السجلات بعد هذه الزيجة بفترة قصيرة جدا. إذن هنا من الحب ما قتل، ومن العلاقات ما قتل. عنخ-سين التي صورت بصور عاطفية مع زوجها توت عنخ آمون قتلها أيضا الحب، لأنها أرادت أن تتزوج بشاب أجنبي، وده طبعا ممنوع في العقيدة المصرية القديمة، لا تتزوج امرأة مصرية من أجنبي مهما كان هذه العلاقة. حبايبي في عيد الحب يا ريت ما تنسوناش من انكم تفعلوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا كومنتات وتقولوا لنا رأيكم في الموضوعات، وتحبوا نتكلم في ايه عشان يوصلكم كل جديد. عيد حب سعيد.